اهلا بكم في فيديو جديد من قناة زياد سبورت. عندي في الفيديو 3 مواضيع: تأهل الزمالك لنهائي كاس مصر، بداية عودة زيزو المستوى وهدفه الحاسم، نهائي مرتقب بين الزمالك وبيراميدز في كاس مصر. تأهل الزمالك لنهائي كاس مصر تأهل مستحق. تأهل جه بعد ما شفنا شخصية نادي الزمالك في الملعب. لعيبة نادي الزمالك موتت نفسها في الملعب، ويعني ملخص المباراة: الزمالك استحق التأهل للنهائي. طبعا تحية لنادي سيراميكا كليوباترا، عملتوا اللي عليكم. قدرتوا تصعدوا لنهائي كاس مصر، نصف نهائي كاس مصر، وده في حد ذاته إنجاز. قدرتوا تجيبوا جون في الزمالك، قدرتوا تضغطوا على الزمالك وتشكلوا خطورة، قدرتوا تلعبوا الزمالك وتكونوا ند قوي جدا لنادي الزمالك. ما كنتوش خصم سهل، ما كنتوش فرقة جاية ان هي نص النهائي فكده لا خلاص، لا انتوا عايزين تصعدوا للنهائي، فتحية ليكوا والمجلس الإدارة النادي سيراميكا كليوباترا. نخش بقى في تفصيل المباراة. بيسيرو بدأ بحراسة المرمى صبحي وثلاث مدافعين صلاح والونش وحسام عبد المجيد، وأربعة في نص الملعب: عمر جابر وبنتايج وشحاتة ودونجا، ووينجين ناصر ماهر وعبد الله السعيد، وبدأ بسيف الجزيري. زيزو ما بدأش لأن ممكن بيصير يكون خايف من الإجهاد، مثلا إن هو جاي من مباراتين مع المنتخب وملحقش مثلا ياخد راحته أو لحق يتعافى. فممكن بيسيرو قال مثلا أفكر إن زيزو ليه وقته في المباراة، والوقت اللي المباراة تحتاج فيه زيزو فزيزو هيقدر يعمل اللي عليه. الزمالك عنده مشكلة في الدفاع كالعادة، وفي آخر الشوط الأول في كورة اتسقطت من فوق الثلاث مدافعين، واسلام عيسى انفرد بصبحي، ولكن صبحي قدر يتعامل معاها بشكل جميل وصدها. الزمالك ليه شكل المباراة بصراحة جميلة. الفرقتين عاملين ماتش حماسي، فرقتين ضاغطين على بعض، تحسش ان في فرقة فرقة عن التانية. فالزمالك قدر يخرج باللي هو عايزه. عبد الله السعيد اللي بيدي دروس في الالتزام وكيفية ان انت تكمل في الكورة لأكتر وقت، كيفية ان انت تلعب 90 دقيقة من غير ما تتعب وانت سنك كبير، بسم الله ما شاء الله. اي لاعب احنا عارفينه يبقى عنده 40 سنة انت بتقول عليه ان ده يا ينزل تبديل يلعب 10 دقايق، يا اما يجي يخش القايمة وكويس اوي كده. لا، عبد الله السعيد الله اكبر عليه، بيدي دروس ان انت ممكن تكمل في الكورة لأطول فترة ممكنة لو التزمت واهتميت بنفسك، وتكون قدوة لكل اللعيبة الناشئين، تكون قدوة حتى للعيبة في الدوري المصري اللي صغيرين في السن، ان انت لازم عقليتك تبقى هي اهم من موهبتك. عبد الله السعيد يستحق التحية الكبيرة. صفقة عظيمة، صفقة ممتازة لنادي الزمالك. من ساعة ما جه وهو الله أكبر أنا مش مقصر. بيكون لو مش موجود الزمالك بيكون في حاجة ناقصة في الملعب. يعني عبد الله عمل الإضافة اللي صفقات كتير قوي ما عملتهاش. ناصر ماهر مختفي بقاله فترة، وللأسف الواحد زعلان إن لاعب زي ناصر ماهر مش في مستواه، لأن لو في مستواه بيشكل خطورة كبيرة قوي ويكون ليه لمساته الفنية وبيفرق مع نادي الزمالك في الهجوم بشكل كبير، لكن مش في مستواه. وفي لغز إن هو مستواه تراجع بالشكل ده. لازم يا ناصر تراجع نفسك، انت لاعب كبير. عبد الله بيجيب ضربة جزاء وبيسجلها بمهارة كبيرة، والزمالك بيتقدم وبينهي الشوط الأول 1-0 بعد شوط جميل من الفرقتين. الشوط التاني سيراميكا بدأ يمسك كورة ويشكل خطورة على نادي الزمالك لحد الدقيقة مثلا 60 أو 65، لحد ما سيراميكا جاب جون جميل، جون ملعوب، مش جون جاي مثلا من كورة ثابتة أو جاي من فاول، لأ كورة بداية من الدفاع لحد تسجيل الهدف. جون جميل برضو وتحب تتفرج عليه. البداية فيه كويسة لحد النهاية. زيزو بينزل مكان ناصر ماهر، ويبدأ هنا الزمالك يمسك كورة ويضغط ضغط رهيب على سيراميكا. في كورة بتيجي للجزيري تأخر فيها حطها لزيزو، زيزو بيشوط، ولكن بسام بيعمل إنقاذ عالمي.
ويمنع هدف هيكون الزمالك تأهل بيه النهائي، وبيبقي على امال سيراميكا ان هي تقدر تصعد قدام الزمالك. الزمالك بيبدأ يضغط 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 لحد ما عبد الله السعيد يعمل الكرة لزيزو، ثرو. زيزو كالعادة بيثبت ان هو ما بيتأثرش بالسوشيال ميديا، مركز في الملعب. ده احسن لعيب في افريقيا، ده احسن لعيب في افريقيا، وان شاء الله يكمل مع نادي الزمالك. زيزو بياخد الكورة، بيقول للبنتايج اطلع، يروح داخل لجوه ويعمل ارتو، لا تصد لا ترد. هدف عالمي، هدف جميل. زيزو بينهي المباراة، زيزو بيرد على كل الشائعات وكل الاخبار الغير صحيحة. زيزو افضل لاعب في افريقيا ومش في مصر بس. جمهور الزمالك بيدي تحية لزيزو، بيفضل يشجعه بعد المباراة. فزيزو اعتقد بعد اليوم ده وبعد اللي شافه من الجمهور ما يقدرش يسيب نادي الزمالك. تحية لشحاتة، عملت اللي عليك وزيادة يا ابني. ارجل لاعب في الملعب، كذا كورة، اكتر من كورة. شحاتة ياخد الكورة ويقدر يعدي من 2 أو 3 لعيبة من نص الملعب بتاع سيراميكا، وبيصنع هجمة لنادي الزمالك. صلاح مصدق النهاردة أفسد انفرادين صريحين من نفس المكان، من فخر لقاي. يعني احنا عارفين فخر لقاي ده مهاجم مرعب، ومش ياخد الكرة يطلعها، لا. صلاح لعيب كورة، لعيب كورة رايق، دماغه في حتة تانية، الله أكبر عليه. بيقطع الكرة بمهارة، يسلم الكرة بمهارة، عنده مهارة غير طبيعية. زيزو وعودته وبداية عودته لمستواه. زيزو نزل، بدأ يعمل استحواذ على الكورة، تقريبا تعليمات من بيسيرو. فهدفه كان جميل، هدف بيرجع زيزو إلى مستواه تاني. يعني هو كان مع المنتخب بيرجع لمستواه واحدة 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 واحدة. بيجي النهاردة يكمل الانطلاقة اللي احنا عارفينها من زيزو. دي مش حاجة جديدة على زيزو يعني. نهائي مرتقب ما بين الزمالك وبيراميدز. بيراميدز النهارده كسب البنك الاهلي 4-0. مباراة سهلة جدا. بيراميدز بيعمل المطلوب وبيكسب بأسهل مجهود. الشوط الأول خلصان 3-0، فهم ضامنين التأهل من قبل ما الشوط التاني ما يبدأ. نهائي هيبقى ناري ما بين الزمالك وبيراميدز. نهائي هيبقى ممتع بشكل لا يتصور أحد. إن المتعة هتكون كبيرة قوي، نتمناها تكون مباراة جميلة. نتمناها زي متعة المباراة النهاردة بتاعت الزمالك وسيراميكا وأكتر. إن شاء الله نشوف مباراة تليق بالكرة المصرية. لو الفيديو عجبك ياريت تشترك في قناتي وتدعمني باللايك. لو الفيديو عجبك بعد إذنك دوس اللايك واشترك في القناة. محتاج دعم حضراتكم، وسلام.